السلام عليكم واهلا وسهلا كل المتتبعين ديالي الكرام. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيت نشارككم معكم واحد الشوربه سهله وسريعه التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. فقط خصنا يكون عندكم هاد جوج المكونات كما كتشوفوا، ضروريين: كاس ديال الشوفان وعلبه ديال المركز ديال الطماطم النوعيه ديال الاولا اللي كيعطيه واحد النكهه واحد اللذه رائعه. ما غاديش نشكرها لكم ولكن للتجربه. ندوزو المكونات الشوربه ديالنا اولا الحريره اولا العصيده، كل واحد شنو كيسميها. المهم الشوربه ديال الشوفان كتجي اروع ما يكون، سهله واقتصاديه، وديروها في البرنامج ديال رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. عواشركم بروكه بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. كنطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا رب. بالنسبه للمكونات كيف ما كتشوفوا هي هذه موجوده في كل بيت. ندوزو لطريقه التحضير. كناخذ واحد الطنجره كنوضعوا فيها هنايا. اول حاجه كنضيفوا زيت الزيتون، هنايا 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. ممكن تعوضوه بزيت المائده ولا معلقه كبيره ديال الزبده، فالزبده هي كتعطي واحد اللذه رائعه. كنضيف هنايا واحد الطريف ديال الزر ديال الدجاج، شديتو قطعتو قطع صغيره وضفتو على الزيت على نار متوسطه، وكنحركوا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا بعضياتهم. من بعد كنضيف هنايا بصله صغيره وحده محكوكه، وكنعاودو نحركوا هاد المكونات كينسجموا بعضياتهم. بغيتو ما تحركوهمش. كنضيف كذلك حبه وحده ديال الطماطم مطيشه وحده محكوكه ولا مطحونه اولا مسلوقه، شنو عندكم متوفر. انا عندي معلقه كبيره ديال الربيع، قزبر والمعنوس والكرفس. اللي عندكم طريين ديروهم، طريف شويه ديال الربيع. بالنسبه للتوابل معلقه كبيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الابزار، سكينجبير والخرقوم والملحه. ولا عندكم بابريكا حتى هي ضيفوها كتعطي واحد اللذه وكولور كذلك للشوربه. كنحرك هاد المكونات مزيان نخليهم حتى كيتشحروا. كيف ما كتشوفوا هما بداو كيتشحروا مزيان مع التحرك. كنتمنىكم تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو متتبعين ديالي الكرام. هنا كنضيف الماء. بالنسبه للماء هنا استعملت يطرو ديال الماء. هاد يطرو ديال الماء كيعطيك 4 ديال الزليفات قياس واحد. حاولوا تجربوا متتبعين ديالي الكرام هاد الشوربه، فهي كتجي اروع ما يكون. مكونات الحمد لله راه موجوده في كل بيت. وكنغطيو على الطنجره ديالنا مده ديال 10 ديال الدقائق اللي ما طاب لينا هذيك الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج. المهم هذوك الطرفات ديال الدجاج ممكن تعوضوهم بالكروفيت اي ولا طريفات ديال الحوت، اي نوع ديال الحوت. من بعد كنضيف هنايا الشوفان ديالنا. بالنسبه للشوفان راه ما كياخذش الطياب، فقط غادي نحركو غير مغرفه 3 المرات، وغنضيف عليه الصلصه العجيبه اللي كيعطيها واحد اللذه رائعه. هاد الشوربه ديالنا كيف ما كتشوفوا، فالشوفان هو تيطيب في هذاك الغليان ديال التوابل اللي كاينين تما كاينات. كيف ما كتشوفوا غادي نضيف هنايا الصلصه ديالنا ديال الاولا، كتعطيها لذه رائعه. ممكن تعوضوها بواحد المعلقه كبيره ديال صلصه ديال الطماطم. كنتمنىكم اللي ما مشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. انا كنحاول ندور المغرفه ديالي 2 تحريكات باش تخلط لينا هذيك الصلصه ديال الطماطم، ونطفيو على الشوربه ديالنا. وها الشوربه ديالنا واجده، كتجي اروع ما يكون. شربوها سخونه وبالصحه والراحه اللي غادي يجربها. الى فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.